السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته البنات، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. بالنسبة للفيديو اليوم ان شاء الله فغنشارك معكم طريقة تفصيل وخياطة التونيكا، يعني الكسوة ديال البرد اللي كتجي بهذا الشكل، كتجي انيقة في اللبسة اللي يمكن لك تلبسيها مع لا سانتور او لا كتلبسيها هكايا، كتجي رائعة في اللبسة وانيقة وسهلة في الفصالة، وخصوصا للمبتدئات واخا تكوني عمرك ما فصلتي فهذه جد سهله وبسيطه. فتابعوا معايا الفيديو للاخير عن طريقه تفصيل وخياطه هذه الكسوه. بسم الله وعلى بركه الله. كما كتلاحظوا البنات هنا عندي الثوب اللي كنطويه هكايا على 4، كنطويه على الطول ديالو. بالنسبه للكميه تاع الثوب اللي غادي تحتاجي لعمل هاد التونيك فغتحتاجي متر و75. صافي البنات كنطويو الثوب ديالنا على 4 بهذا الشكل، وكنقاد هنايا الثوب لان الثوب عندي مديكالي من الفوق. كنديروا فتحه الرقبه الخلفيه اللي هي 2.5 يعني 2.5، كنهبطوا ب2.5. من بعدها البنات غنحددوا فتحه الرقبه كنديروا فيها 8، وكنديروا عرض الكتف. بالنسبه لعرض الكتف فهو 20 سنتيم. يعني عندي هنايا المقاس ديال ال والاكس ال اللي كيلبسوا 20 سنتيم، كتماركيو البنات 20 سنتيم. من بعدها كنطيحوا الكتف لان عندي البياسه ديالي عندها الكتاف طايحين. كيفاش كنطيحوا الكتف؟ كنشدوا ديك 20 سنتيم قسمه 2 كتعطينا 10 سنتيم، كنزيدوا لها 2 سنتيم تاع الوسعه لان التوب عندي غليظ، وزائد 1 سنتيم تاع الخياطه هي 13 سنتيم. هنا كنزيد 13 سنتيم، من بعد ديك 20 سنتيم كنزيد 13 سنتيم ديال باش نطيح الكتف. هنا ملايال الكتف كنديروا ملايال الكتف 3 سنتيم. كنجيو فين عندنا الكتف البنات من تما كنديروا داك ملايال الكتف فين ماركيت ديك 20. من بعدها كنصلوها بخط مستقيم مع الفوق تاع الرقبه، وهنا كنديروا فقط الخط مستقيم لتحت. من بعدها البنات كنصلوها هكايا باستعمال السنتيم او لا من الاحسن المسطره. كنستعملوا المسطره في هذه البلاصه. هانتوما كتجيو نيشان مع داك الخط وكيديكم نيشان فين غتهبطوا، يعني غيعطيكم هاد المسافه اللي هنا اللي هي 6 سنتيم. شفتوا كما كتلاحظوا راه ديك 6 سنتيم كتجي بوحده من بعد ما درنا داك الخط المستقيم. هنا كنديروا فتحه التركيز فيها 27 سنتيم، كنجيو من هنا لهنا فيها 27 سنتيم. من داك ملايا الكتف حتى لتحت فيها 27 سنتيم. كندخل ب2 سنتيم فاصله 5 وكنهبط ب2 سنتيم فاصله 5 وكندير ديك الزاويه بهذا الشكل. وهنا كنهبط نيشان البنات لهذيك النقطه، يعني من بعد ما دخلت ديك 2.5 كنهبط نيشان ب 14 سنتيم. ومن بعدها كنخرج يعني كنخرج زيرو في الثوب. هنا كندير دوره الرقبه الخلفيه اللي كنت درت فيها 2.5، وهنا كناخذوا 16 سنتيم كما كتلاحظوا 16 سنتيم مايله بهذا الشكل، وكنقسمها على 2 كندخل بواحد سنتيم وكنديرها هكا دايره. ضروري البنات كنديروا هاد 16 سنتيم باش يدخل لكم الراس لان ما غيكونش عندنا الازرار ولا السحاب، يعني ما تكونش عندنا السلسله. هنا كنديروا هاد الخط البنات مستقيم كما كتلاحظوا، لان عندنا الثوب فيه متر و50 سنتيم طوينا على 4 هكايا. كناخذوا الوسعه كامله تاع الثوب. هنا كناخذ الطول اللي بغيت، بالنسبه ليا درت فيها متر و30 سنتيم في الطول. وهنا عند البنات الجليل كما كتلاحظوا راه عندي الجليل كناخذ العرض تاع الثوب كامل. كنطلع بواحد 4 سنتيم باش تجيني هاد التقويره بهذا الشكل، يعني يجيني لتحت ما يجيونيش الجليل طايحين. من بعدها كنقطعوا الخلف هو الاول، كنقطعوها البنات ضروري كنسبقوا الخلف. وهنا غنحلوا الثوب فقط كما كتلاحظوا هنا راه غير كنحلوا الثوب ما كنقطعوش منه. ولكن هاد التبويقه البنات ما كنخليوهاش، كنقصوا هاد التبويقه اللي هنايا كما كتلاحظوا كنقصوا منها باش ما تجيناش معيبه في اللبسه. صافي البنات هنا غير كنحلو داك الثوب اللي مطوي على 2 كنحلوه فقط بهذا الشكل. صافي ونقطعوا الجليل ديالنا، نقطعوا البياسه ديالنا من الاسفل كامل. من بعدها غنمروا نديروا الرقبه الاماميه نقطعوها حتى هي. كنحيدوا البنات الخلف، كنحيدوا هذا الجزء اللي غادي يمثل لنا الخلف ونخليو الامام باش نطراسيو باش نقطعوا عفوا الرقبه الاماميه. صافي كنكونوا سالينا من تفصيل هاد البياسه. والان غادي نمشيو نفصلوا ليها الاكمام. هادو هما الاكمام الثوب ديالنا البنات اللي غنفصلوا فيه الاكمام اللي بقى لينا في داك متر و75 غنفصلوا فيها الاكمام.
كنطويو الثوب ديالنا بهذا الشكل بحيث يكون عندنا 27 سنتيم في هذا العرض. الطول اللي درنا في التركيز هو اللي غيكون عندنا في هذا العرض ديال الثوب من بعد ما طوينا على 4. صافي كنجيو البنات هكايا كنقاد الثوب ديالي. هنا عندي الشنتيف كما كتلاحظوا، عندي الثوب هنايا ما مقادش. من بعدها كنهبط هنايا ب 6 سنتيم. بالنسبه لهاد 6 سنتيم البنات هي اللي جاتني في داك ملايا الكتف. ملي عبرتو لقيت فيه 6 سنتيم. صافي كنديروا خط مستقيم بهذا الشكل كما كتلاحظوا البنات. هنا عندي 52 في طول الاكمام ديالي، عندي فيهم 52. كنقصوا ديك 13 سنتيم اللي درنا به طيحنا به الكتف، نحيدو ديك 13 سنتيم. من بعدها غادي نزيدو واحد 5 سنتيم ديال الخياطه. صافي هذا هو الطول ديال الكم ديالنا. من بعد ما زدنا عليه 5 سنتيم كنطراسيوها البنات بهذا الشكل. بالنسبه لهنا من الاحسن نزيد 6 سنتيم، كنزيدو 6 سنتيم باش تجيني فيه ديك التكفيفه. صافي هادشي اللي بقى ليا البنات، هادشي اللي بقى ليا في متر و75 سنتيم. كما كتلاحظوا هنايا غادي نشوف كي غتجيني ديك التكفيفه اللي غتجيني في الاكمام. قيستها باش نعرف العبار ديالها غتكون فيها 3 سنتيم، فمن الاحسن ندير 6 سنتيم هنايا. صافي البنات كما كتلاحظوا هذا هما الاكمام ديالنا. وبالنسبه للعرض غنخلي 27 سنتيم كامله غنخليها في راس الكم. صافي ونقطعوا الكم ديالنا. غنحل هنايا ونقطعوا الاكمام ديالنا بجوج. كما كتلاحظوا راه البلاصه اللي مواليه للجهه الاخرى هي اللي كتكون مسدوده والثوب كيكون محلول من هذا الجهه. الان غادي نمروا نديروا التبطين الرقبات في هاد شويه تاع الثوب اللي كيبقى لينا من بعد ما درنا دوك الاكمام. هنا غنديروا الرقبه الاماميه كتراسيوها البنات كما تراسيتوا الرقبه الاماميه. الفتحه ديال 8 سنتيم. من بعدها كنهبطوا 16 ونقسموها على جوج ديك 16 بهذا الشكل، وندخلوا هنايا بواحد سنتيم. صافي ونقوروها بهذا الشكل. صافي هذه هي الرقبه. وهنايا كما كتلاحظوا راه عندنا ملايا الكتف. هنا كنديروا واحد العرض ديال 7 سنتيم. وهنا ما نساوش البنات عندنا واحد ملايا الكتف بهذا الشكل. نديروا ديك 20 اللي درنا وهبطنا بثلاثة. يمكن لكم تستعنوا بهذه الطريقه اولا تجيبوا فقط البياسه ديالكم وتحطوها وصافي بلا ما تبقاو تعبروا. كما كتلاحظوا هذه هي التبطين ديالنا. اولا يمكن لكم تجيبوا هكايا البياسه كما كتلاحظوا نوريكم كيفاش تحطوها هكايا على داك الثوب من بعد ما طويتوه على جوج. راه كيكون مطوي على جوج وهاد البلاصه راه كتكون مسدوده، يعني من القدام كيكون مسدوده هاد الثوب اللي غنقطعوا فيه التبطين. صافي كنطراسيو بهذا الشكل ونقطعوها البنات بالمقص. صافي من بعد ما درنا التبطين الامام الان غادي نفصلوا ايضا التبطين للخلف. صافي بنفس الطريقه البنات كنديروا التبطين للخلف. كما كتلاحظوا راه الثوب ديالنا كيكون باقي مطوي على جوج. كنحطوه كالرقبه ديالنا بهذا الشكل. صافي وكنطراسيو عليها ونقطعوا التبطين. كما كتلاحظوا نديروا فيها في العرض ديالها واحد 10 سنتيم. تكون عريضه شويه لان الثوب عندنا شويه غليظ، فمن الاحسن تكون هكايا كبير التبطين. الان غنمروا آلة الخياطه. كما كتلاحظوا هنايا عندي التبطين وعندي الامام. كان اول حاجه كنخيطوا التبطين، يعني دائما كنديروا الوجه تاع التبطين على الوجه تاع البياسه ديالنا. وغنمروا ماكينه الخياطه على دوره الرقبه مع التبطين ديالها. من بعد ما دوزنا عندها ماكينه الخياطه كنردوها لداخل البنات. التبطين كنردوه لداخل وندوزو عليه ماكينه الخياطه على بعد واحد نصف سنتيم تقريبا، لان الثوب عندنا غليظ فكنشدو واحد نصف سنتيم تقريبا وندوزو ماكينه الخياطه على التبطين ديالنا باش نثبتوه بهذا الشكل. وبنفس الطريقه غنخيطوا ايضا التبطين ديال الخلف. بنفس الطريقه ندوزو ماكينه الخياطه. من بعد ما كندوز ماكينه الخياطه كنرد التبطين لداخل وايضا غندوز عليه واحد نصف سنتيم ديال الخياطه باش نقاد هاد البلاصه. دائما البنات نكون كنقادوا هاد البلاصه، يعني يكون التبطين على الداخل والثوب ديالنا على برا، ونكونوا كنقادوا ديك الحرف ديال الخياطه الاولى تجي في الوسط. من بعدها الان غادي نجمعوا البياسه من الكتفين. كناخذوا هكايا كنحطوا الكتفين مع بعضياتهم. وهنا التبطين ديال الوراء كنردوه للقدام. كما كتلاحظوا هنا راه دائما التبطين ديال الوراء كنردوه للامام. هانتوما كما كتلاحظوا كنردوه للامام بهذا الشكل. كيبان لكم التبطين ديال الخلف محطوط على ديال الامام، ومن بعدها كاين الكتف ديال الامام والكتف ديال الخلف. صافي غندوزو عليهم ماكينه الخياطه ونثبتوا الكتفين ديالنا بجوج. من بعد ما كنثبتوا الكتفين كما كتلاحظوا البنات راه التبطين كيجي بهذا الشكل ديال الخلف، كيجي بهذا الشكل.
كندورو هكايا لبلاصتو، يعني هنا كيكون على الامام كندوروه هكايا للخلف. صافي غنثبتو التبطين، ضروري كنثبتوه ديال الخلف، كنثبتوه بماكينه الخياطه. بالنسبه ليا غنثبت ديال الخلف وديال الامام ايضا، لان الثوب عندي ما كيبانش فيه الخيط. الا كان الثوب كيبان فيه الخيط انا كنفضل التبطين ديال الامام، ما كندوزوش عليه هاد الخياطه باش ما تبانش لينا الخياطه في الامام ديال البياسه. اما هاد الثوب ما كيبانش فيه هاد الخيط باللون الاسود، يعني ما كيبانش فيه، كتبانش فيه الخياطه، فكنثبتهم كاملين. كنثبت هادي بهذا الشكل، يعني كنبقاو غادين مع الجوانب ديال هاد التبطين باش نثبتوه مزيان. صافي البنات ثبتنا التبطين. الان غناخدو لي مونش، يعني هنا الاكمام، كنشد الوسط تاع الاكمام كنحطو على داك التركيز ديالنا بهذا الشكل، وغنخيطوه بماكينه الخياطه. كناخدو الوسط ديالو كنحطوه في وسط عند الكتفين بهذا الشكل، وغنثبتوه بماكينه الخياطه. دائما الوجه تاع الثوب كيكون على الوجه، وندوزو عليه ماكينه الخياطه في هذه البلاصه. صافي من بعد ما خيط لي مونش ديالي في بلاصه التركيز، الان كناخدو الاكمام كنديرهم هكايا، كنجيب الخياطه ديالي من راس الكم حتى لتحت، يعني هنايا كنحط راس الكم ديالي بهذا الشكل، وندوز عليه ماكينه الخياطه البنات من راس الكم، ونبقاو غاديين حتى لتحت في الجليل. الان غادي نديرو ديك التكفيفه اللي كتكون لينا في راس الكم. كما كتلاحظوا هنايا كنطوي 5 سنتيم هكا لداخل، كنطوي 5 سنتيم من راس الكم، وغندوز عليه ماكينه الخياطه. من بعد ما كندوز عليها البنات ماكينه الخياطه كما كتلاحظوا للداخل، هنا كنطوي 2 سنتيم اولا 3 سنتيم على الوجه هكايا. هنا انا طويت 2 سنتيم فاصله 5، كنطويها هكايا على الوجه. من بعدها كنثبتها بماكينه الخياطه بهذا الشكل. صافي البنات كان هكذا كنكونوا سالينا من خياطه هاد التونيكه. هذا هو الشكل النهائي ديال التونيكه ديالنا. كتجي بهذا الشكل البنات، كتجي رائعه في اللبسه وسهله في التطبيق. نتمنى تكونوا فهمتوا معايا طريقه تفصيلها وخياطتها ايضا، توفقوا ان شاء الله في خياطتها. وهذا هو لا فيديو ديال اليوم. ما تنساوناش البنات من لي لايكات والبارطاج للفيديو باش تعم الفائده. والا كنتي اول مره كتشاهد لا فيديو ديالي ما تنساش تابونا معايا في القناه وتضغط زر الجرس باش يوصلكم كل شيء جديد فضلا وليس امرا. والى اللقاء.